النقطة اللي بعد كده هتكلم على غسيل الهدوم، عشان برضو انا سامعة مش انا قلت لكم هنهتم بالتفاصيل. في ناس كتير بتقول طب نغسل الهدوم ازاي، ما هو الصابون مكلف. هقول لكم سر، اللي بينظف يا جماعة مش كمية الصابون، اللي بينظف هو النقع. فلو كنت بستعمل، وطبعا كل شركات الصابون هتزعل مني وتحاربني ومش بعيد يرفعوا عليا قضايا، بدل ما نحط كوباية صابون نحط حبة صابون ونقع الغسيل. وتصدقوا انه مش بس هيوصل لنفس مستوى النظافة، ده انا هيوصل معايا الغسيل نفس مستوى النظافة بكمية الصابون الكتير. هحافظ على البيئة، لان كل الصابون اللي بينزل في الصرف بعد كده وبيروح في المياه اللي في الارض او بيوصل بعد كده للنيل بيعمل ملوثات عاليه جدا للبيئه. هحافظ على جيبي لان الصابون غالي، وكل الناس عايزه تحافظ على الفلوس وتوفر شويه مهما اختلف مستواها المادي او الاجتماعي. كلنا عايزين نوفر حبه فلوس ينفعونا في بيتنا، لاولادنا، لصحتنا، نستعملهم في حاجه اهم بكتير من شويه صابون بينزلوا في البلاعه. نجرب؟ لو جربتوا بجد بجد هتدعوني. يبقى انا كده اتكلمت عن حاجات كتير قوي كلها خاصه بالجسم اللي انا شايفاه قدامي، كلها خاصه بالنظافه واعتدال القامه. باقي حاجه مهمه قوي، الابتسامه. الناس كلها ماشيه مكشره، والتكشير ده تقدر تكلم حد مكشر؟ كل واحد فيهم كده يفتكر لما بيدخل البيت، نحن طبعا اللي موجودين قدامي اكيد اعمارهم مختلفه. كل ابن او بنت لما بتدخل البيت تلاقي مامتها او باباها مكشرين، بتحس بايه؟ بتحس انها مش عايزه تروح، او زهقانه منهم، او متضايقه منهم. ما بتفكرش بقى هي عملت ايه عشان كده مامتها وباباها مكشرين او هو عمل ايه. لكن مجرد التكشيره بتخلي الواحد يبقى حاسس انه مش قادر يقرب حتى من اقرب الناس ليه، امه وابوه. لما الزوج بيروح البيت بيلاقي مراته مكشره، لما الزوجه بتروح البيت وتلاقي جوزها مكشر، بتحس بايه؟ يبقى التكشيره بتبعد عننا حتى الناس اللي المفروض ان احنا بنحبهم او هم بيحبونا. طب الناس اللي ما نعرفهمش بقى ذنبهم ايه نقابلهم بتكشيره؟ ويا ترى لو كنا ماشيين مكشرين مصالحنا هتتقضي؟ تفتكروا في حد هيساعدنا في حاجه؟ تفتكروا في حاجه هتتم في اي مكان؟ جربوا كده، تعالوا كلنا نعمل التجربه دي بكره. انا بكره هنزل من بيتي مبتسم واشوف الدنيا هتمشي ازاي. لما انزل الصبح هقول للبواب صباح الخير. هقول لكم حاجه بنشوفها لما نسافر بره، لو وشي جه في وش حد لازم يقول لي صباح الخير او لازم يسلم عليا. ولما اجي هنا في بلادنا اللي احنا ناس طيبين وعندنا تواصل عاطفي المفروض زي ما كنا فاهمين، الناس ما بتصبحش على بعض، الناس ما بتسلمش على بعض، بيعدوا من بوابه واحده محدش فيهم بيبص للتاني. وغالبا لو حد بص للتاني يبص كده عشان يقيمه نظرة تقييمية، مين احسن انا او انت، او نظرة تقييمية ما شكلك احسن مني بكتير كده. مشاعر وحشة قوي ملهاش اي لازمة، تاخد مني مش تزودني. فتعالوا بكرة كده ننزل كلنا ونقول النهاردة انا هبتسم واشوف اثر الابتسامة دي على حياتي. صدقوني مصالحنا هتتقضي، مشاكلنا هتقل للنص. لو كان في بيني وبين اي حد بتعامل معاه او جار او شريك او زوج او زوجة او ابن او بنت، لو انا بدأت يومي بابتسامة كل العلاقات دي هتتحسن. ولما كل العلاقات دي هتتحسن هحس ان انا مرتاح اكتر. وده اللي معظمنا بيسميه ايه؟ الستريس. اصلا انا عندي ستريس، بس بنسى ان نص الستريس ده انا عامله بنفسي، انا عامله من تكشيرتي، انا عامله من طريقتي اللي بتخلي الناس تحس ان انا مش سهل التعامل معاه. طب لو انا دخلت على حد وحاسس انه مش سهل التعامل معاه، طب يبقى هيحصل ايه؟ اكيد العلاقه هتسوء بينا جدا. برضو في الجسم اللي انا شايفاه مهم ان انا اعمل ايه؟ مهم ان انا اشرب ميه. شرب الميه مهم جدا. مش انا قلت لكم ان الدم ده اسمه الساعي؟ الساعي اللي بياخد الغذاء والانسجه وبيلم الفضلات. طيب الدم ده مش عشان يمشي في الجسم ويلف ويبقى عنده كفاءه كده عشان يلف، محتاج حجم. لو كان الدم ده حجمه قليل هيلف ازاي؟ ما يبقاش، مش هيبقى عنده قوه. عشان الدم يبقى عنده حجم محتاج حاجتين، حاجه قلناها بتتحقق بحاجه قلناها، محتاج نبض في العضلات او محتاج قوه في العضلات، وده بيتحقق بالمشي اللي اتكلمنا عليه.
عشان العضلات دي لما تنبض ويبقى فيها قوه تزق الدم ان هو يمشي في الجسم. الحاجه الثانيه اللي الدم محتاج حجم، والحجم ده بيجي من شرب الميه. ناس كتير قوي 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 بتشتكي من ان عندها انخفاض في الضغط، انها مش قادره تتحرك. حلها سهل قوي قوي، اسهل بكتير مما بتتعب نفسها وتصرف فلوسها على اللف على الدكاتره والتحاليل. اجرب الاول ان انا اشرب ميه كفايه، ولما يقول لي ميه كفايه قد ايه ميه كفايه؟ اقول كل واحد ونشاطه اليومي، كل واحد ومطلوب منه يعمل حاجات قد ايه في اليوم. يعني لو انا قاعد على الكنبه ما بعملش حاجه، ويا رب ما يكونش في ناس كتير قاعدين على الكنبه ما بيعملوش حاجه وبيتفرجوا على التلفزيون، يبقى مش مطلوب مني اشرب اكتر من مثلا 8 كوبايات ميه في اليوم. لكن لو كنت بقى بنزل واشتغل واقابل ناس واتنرفز واقلق واتحرك كتير واعرق، يبقى لازم ازود الميه اللي بشربها. لو كنت مدخن لازم تشرب ميه اكتر بكتير. لو كنت بتشتغل في مكان ملوث لازم تشرب ميه اكتر بكتير من ال8 كوبايات. ممكن توصل ل 12 لو كنت بتعرق كتير او بتتحرك او بتعمل مجهود بدني اكتر، ممكن تشرب اكتر من كده كمان. لكن خلوا بالكم، في ناس كتير قاعدين ومكانهم ما بيعملوش حاجه وبيشربوا ميه كتير جدا، وده خطر لانه القلب بتاعنا المضخه دي اللي هي محتاجه العضلات تساعدها عشان تضخ كويس، ما ينفعش اديها ميه كتير قوي وانا مش بتحرك وعضلاتي ضعيفه. فعشان كده كل حاجه لازم تكون بوسطيه، لازم تكون من غير ما الواحد يبالغ في الشيء. وعلى فكره دي آفة كبيره قوي قوي من الآفات اللي موجوده عندنا. احنا مبالغين، بنبالغ في كل حاجه. اذا تدينا بالغنا قوي، اذا ما تديناش بالغنا زياده، اذا اعتقدنا ان احنا متعلمين بالغنا وتشدقنا، اذا بصينا على الغرب وحبينا نقلدهم نبالغ ونقلدهم في القشور. ليه؟ مستعجلين، ما بناخدش حاجه عمرنا بالراحه وبالصبر. بس ده هينقلني على الجسم اللي بعد كده، وده اسمه ايه؟ الجسم العاطفي.